هذه كلمات سأقولها. أيها الشعب الجزائري، شوفوا مع بخليلي جيد. ربما ستبقى ذكرى لشخص قدم للثقافة الجزائرية، قدم كل ما في وسعه، كل ما فكر فيه من خير يفيد البلاد والعباد قدمناه لكم. اذكرونا بخير في يوم من الأيام. لا ربما هذه الكلمة تصب عليك، ولكن عندي الشجاعة الكافية لأقولها. فإن غبت يوما أو فرقت الحياة اذكروني بخير. أنا سليمان بخليلي. والبداية من رحيل الأستاذ سليمان بخليلي الذي ترك فراغا كبيرا عند الجزائريين بعد رحيله. يتساءل الكثير: من يضع خاتم الذهب في أيدي الجزائريين؟ ومن يزن ساعة من الزمن بمقدار الذهب؟ ومن سيأخذنا في الاتجاه الصحيح؟ من سيساعدنا ليلا ونهارا في عد النجوم؟ من سيقطف لنا أنغام الجنوب على بخور الشعر؟ وبخور الشعر وافرها جميل، جمال فروسيتك في ساحة الإعلام، ولغتك وأسلوبك وتواضعك أيضا. سليمان بخليلي هو من مواليد سنة 1963 بولاية بسكرة. بدأ مشواره أستاذا في اللغة العربية ما بين سنة 1982 و 1986. التحق بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1986 صحفيا، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير للإنتاج في التلفزيون الجزائري. من البرامج التي قدمها: وهديناه النجدين، وأنغام من الجنوب، وساعة من ذهب، وفرسان القرآن، بالإضافة إلى الاتجاه الصحيح، وعد النجوم، وزدني علما. لكنه اشتهر كثيرا بخاتم سليمان. في 5 جويلية من عام 2020 أطلق قناته، قناة البديل. حافظ الأستاذ سليمان بخليلي على مبادئه الإنسانية والإعلامية تماما، كما حافظ على لباسه اللغوي والديني والفكري. كما عرف الراحل أيضا بحضوره مجالس الذكر وحلقات القرآن ومطارحات الفكر الأصيل وأسواق الشعر واللغة العربية العتيقة. هو الذي كان يخطب في الناس بصوته الجميل. الآن يصح القول: لا يستطيع أحد أن يملأ مكانك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك خويا وصديقي سليمان، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة. كنت لي أجمل صديق، وستظل من أنقى وأشرف ما أنجبت الجزائر دينا وأخلاقا، علما وثقافة. وسنفتقدك يا سليمان إنسانا وإعلاميا. لقد غادرت باكرا أيها المناضل الصلب والإنسان الوفي والإعلامي البارع والخطيب المتميز وسيد المنابر، صاحب الخلق الرفيع والمواقف الوطنية والإنسانية التي تشهد عليها كل سيرتك.